جربت تعمل دايت وكل مره بتفشل وبرضه مش بتحقق نتيجه، مع ان انت بتبقى ماشي عليه بقالك فتره بس تبطل شويه وبترجع شويه وهكذا، وتيجي تقرر بقى خلاص ان انا لازم اغير شكل جسمي وان هعمل نظام غذائي وهستمر عليه بقى كفايه كل اللي فات. فتعالى بقى يا صديقي هقول لك في الفيديو ده على 5 حاجات تعملهم عشان تحسن بقى من شكل جسمك وتعمل الجسم اللي انت عايزه ومن غير ما تعمل دايت وتحسب سعراتك كمان. فمساء الفل بقى عليك يا صديقي. فلو اول مره تشوفنا يا صديقي فانا ابراهيم سيد اخصائي تغذيه، وفي القناه ديت بنشرح فيها حاجات عن التغذيه والهبدات اللي بنسمعها ومقارنات عشان تبقى فاهم في التغذيه ولما حد يجي يتكلم تعرف ترد، وعشان تحسن من صحتك وشكل جسمك بقى. ويلا بينا. طبعا مفيش اي حد ما نفسوش ان هو يحسن من شكل جسمه وصحته، وانك تروح وتيجي وتطلع السلم ما تفضلش بقى كل حاجه تعملها تفضل تنهج عشان تبقى الحياه حلوه كده. وعشان نوصل لكده طبعا لازم صحتك تبقى اولويه وما تجيش على نفسك بالزياده. ويلا بقى نعرف ايه هي ال5 حاجات دي. اول حاجه لازم نخلي بالنا منها انك لو عايز تخس يا صديقي لازم قبل الاكل كده بربع ساعه تاخد مصدر الالياف، والالياف دي بقى يا صديقي زي الخضار الورقي او السلطه او شويه خيار وهكذا بقى. تاني حاجه بقى خد بقى مع مصدر الالياف دوت حاجه من الدهون الصحيه، تبقى كده زي معلقه صغيره من زيت الزيتون او زيت السمسم او زيت الكتان، اي مصدر دهون صحيه ممكن تعملها كأنها سناك كده قبل الاكل. طبعا انت يا صديقي عايز تسال طب مش معنى اخد مصدر الياف ودهون صحيه قبل الاكل يعني، ما انا كده كده هاكل وخلاص ابقى اكلها يا سيدي مع الاكل، هي هتفرق يعني؟ يا صديقي للاسف هي هتفرق. تعالى بقى اقول لك ازاي. هي هتفرق في حاجتين. اول حاجه ان الالياف ديت بتكون ابطا حاجه في عمليه الهضم، وبعدها طبعا الدهون والبروتين، واسهل حاجه في الهضم الكارب. عشان كده لما بتاكل مخبوزات او اي حاجه من الفرن بتجوع بسرعه، وده عشان بيكون فيها كارب بسيط فبيتهضم بسرعه. فانت بقى لو قبل الوجبه خدت مصدر من الالياف مع مصدر من الدهون الصحيه تعمل ميكس كده، يعني تعمل طبق سلطه مثلا عليه معلقه زيت زيتون او اي خيار بقى مثلا او اي حاجه انت تحبها، وحط عليها بقى زيت زيتون زيت كتان سمسم، فدي هتاخد وقت بقى في عمليه الهضم وهتحس بالشبع. وهنا بقى هيجي الحاجه الثانيه، طب ليه اخدها قبل الاكل بربع ساعه؟ وده عشان ان اشارات الشبع ديت بتطلع بعد الاكل بربع ساعه، وعشان كده لو انت بتاكل وبتخبط تقوم تفتح بقى وترجع تاني تحس ان انت شبعت. ولو حصل معاك كده قول لي في الكومنت. عرفت بقى يا صديقي ليه قبل الاكل بربع ساعه؟ تالت حاجه بقى يا صديقي خلي الاكل بتاعك دايما يبقى في طبق واحد، واظن طبعا انت سمعت الجمله دي كتير قبل كده، يعني ما تجيش كده بسم الله الرحمن الرحيم هي فين الحل يا جماعه؟ تتغذى كويس. يا سعاده الباشا مش حضرتك قلت لي وانت اصلا كده كده مش هتبقى جعان قوي لان احنا خدنا مصدر الياف ودهون صحيه من الاول، واخد بالك انت؟ عشان اللي عملناه في اول خطوتين. ايوه احبك انا بقى كده يا صديقي لما تبقى مركز معايا. وكده يا صديقي من غير ما تحسب سعراتك اصلا اديك عملت بالانس بين الكارب والفات والبروتين. رقم 4 بقى يا صديقي حاول تتمشى بقى وانت راجع من الشغل بقى او انت رايح او تنزل تجيب حاجات، اهم حاجه تتحرك. ويا سلام بقى يا صديقي لو رحت تتمرن يبقى عسل قوي، ولو عرفت حتى تتمشى بس يبقى كتر خيرك، عشان المشي ده اصلا لوحده ليه فوائد كتير. تعالى يا صديقي اقول لك شويه بس منها. بيحسن من صحه القلب والدوره الدمويه، وبيقلل طبعا من الجلطات والسكتات الدماغيه، وبيحسن يا صديقي في مزاجك، وطبعا اهم حاجه المزاج، وده عشان بيتفرز الاندورفينز ودي بتحسن المزاج، وطبعا بيقلل من القلق والتوتر، وبيحسن من عمليات الايض فبالتالي هتخس. ده غير يا صديقي كمان انك بتحرك عضلاتك وحاجات تانية كتير، فلا غنى عن الرياضة حتى بأبسط الطرق. رقم 5 بقى يا صديقي واخر حاجه حاول ما تدوس على نفسك جامد، لان انت يا صديقي في الاول او في الاخر بني ادم اللي هو مش هتفضل ماشي على نظام طول حياتك، تبقى عايز تكسر النظام ده. هتيجي في مره بقى تبقى عايز تاكل حلويات او شيبسي او اي حاجه من نفسك فيها، او نفسك تشرب كان صودا، انت مالكش نفس يعني ايا كان بقى الحاجه اللي انت عايزها، فانت هيبقى نفسك تاكل حاجه من الحاجات دي وتكسر الروتين، وانت الحمد لله ما عندكش مشاكل في قولون او كبد او كلى او اي حاجه من الحاجات دي، فتتمنع ليه بقى وتحس بالحرمان. بس الفكره بقى يا صديقي في الكميه، وكل بقى قد ايه يا صديقي بيجيلك احساس ان انت نفسك تاكل حاجه حلوه. لو بيجي لك كل يوم يا صديقي فانت كده بتهزر، حاول تشد على نفسك شويه بقى ساعتها. اما لو بيجي لك الاحساس ده كل اسبوع او 10 ايام فمفيش مشكله، لان انت لو فضلت ماسك نفسك كده هتيجي في مره تنفجر وتاكل بقى كميات اكتر من اللي انت كنت بتاكلها اصلا، وتتخن تاني وممكن ترجع اكتر من الاول. فعلى ايه بقى كل ده؟ انت اصلا لو مشيت بالنظام اللي انا بقول لك عليه ده هيجي عليك وقت بقى انك شايف نتيجه وبتحقق حاجه هتبقى مش عايز تبوظ الدايت، وهتبقى مبسوط بده. مش مجرد الشوكولاته او الكنز اللي انت بتاخدها هي اللي هتحسسك بالشبع، لا يا صديقي، هيبقى النتيجه اللي انت حققتها هي اللي بتحسسك بالسعاده فعلا، انك شايف شكل جسمك بيتغير وشكله احسن. عشان كده دايما بقول ان الدايت ده بيكون رحله، سواء كنت عايز تخس او عايز تتخن، لان في الرحله ديت هتخش في مشاكل كتير وهتقع كتير، وهتخش بقى يا صديقي في دوامه الاكل العاطفي، ودي عملنا سلسله عنها وبنشرح فيها كل حاجه بالتفاصيل. فهتخرج من الرحله ديت فعلا حقيقي متغير، مش مجرد خسيت او تخنت وخلاص، لا هتكون شخصيتك نفسها اتغيرت وفيها حاجات كتير هتبقى احسن، ويبقى عندك ثقه بنفسك، وطبعا الاراده هتزيد لان انت تقدر تعمل الحاجه فعلا ولفتره طويله، وطبعا الالتزام في حياتك كلها هتتحسن. وطبعا اللي جرب الاحساس دوت من الناس اللي متابعه معايا وحس بنتيجه هيبقى عارف انا بقول ايه. فانت لازم برضه يا صديقي تجرب الاحساس ده، وسيبك بقى يا صديقي من الدوامه اللي انت فيها دي وفوق بقى للي جاي. وانا عندي ثقه فيك يا صديقي انك هتحسن من حياتك وهتلتزم وتحقق نتائج حلوه، وممكن تكسب
تكتب في الكومنت وزنك دلوقتي كام، وبعد 3 شهور حط وزنك وشوف فعلا الفرق عامل ازاي. فخليك جد مع نفسك كده وجرب الخمس خطوات دي وقول لي يا صديقي هيفرقوا معاك ازاي. وتعالى بقى يا صديقي نعمل ملخص لكل اللي احنا قلناه ده. اول حاجه انك قبل الاكل بربع ساعه تاخد مصدر الالياف، سواء خضار ورقي بقى او خيار. سلطه من عندك. حط يا ابني شويه كويسين. تاني حاجه ان يكون معاها مصدر للدهون الصحيه، سواء زيت زيتون او زيت كتان او زيت سمسم او اي حاجه عادي. اهم حاجه تكون دهون صحيه. وقلنا طبعا هنعمل كده ليه؟ عشان هتفرق في حاجتين. اول حاجه انها بتكون بطيئه في الهضم فهتحس بالشبع. وتاني حاجه قلنا ان هي بتكون قبل الاكل بربع ساعه عشان اشاره الشبع بتطلع بعد ما تاكل حاجه بربع ساعه. فعقبال ما يجي الغدا هتكون شبعان شويه، يا دوبك هتاكل نص بطن فهتشبع بسرعه. تالت حاجه بقى قلناها ان خلي الاكل بتاعك يبقى في طبق واحد. قلنا نص خضار وربع كارب وربع بروتين. وخلي بالك طبعا ان ترتيب الاكل اللي انت بتاكله بيكون مهم. ولو تعرف ليه يا صديقي فقول لي في الكومنت. وقلنا رابع حاجه حاول تتمشى او تلعب رياضه. وقلنا طبعا فوائد المشي. خامس حاجه بقى يا صديقي ما تخلكش قاسي على نفسك جامد. ده قلبك قاسي قوي قوي. لانك طبيعي بتبقى عايز تكسر الروتين ده وتاكل حاجه حلوه او حاجه نفسك فيها او كان صودا ايا كان الحاجه. المهم ما يبقاش كل يوم يبقى نفسك تاكل حاجه مسكره. لو كل اسبوع او 10 ايام تمام. وبس كده يا صديقي. فجرب بقى يا صديقي الخمس خطوات دول وادعي. وانا عارف يا صديقي انك عملت لايك اكيد صح؟ ولو ما عملتش يا صديقي ولا يهمك، اهم حاجه انك مشترك في القناه. ولا مش مشترك كمان ولا ايه؟ هتزعلني منك كده. لان انا يا صديقي هستناك في الفيديوهات الجايه. عايزين حاجه مني انا كده؟ سلام.